السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم الفيديو مالنا المشتريات مال الشهر. طبعا رحت للسوق سوقت. أنا دا أغسل بالخضرة، هاي خضرة، جبت تشكيلة مال خضرة نقعتها، هاي 4 مرات والخامسة نقعها وأضيف لها شوية خل حتى تتعقم. أنا هنا جبت عندي هاي دجاج، جبت يعني بالعافية علينا وعليكم، والله مو تباهي ولا أبد، بس حتى أحب أوصل لكم إنه أسعار اللحوم دا تغلى كلش يوم بعد يوم، والغلا كلش يعني صراحة يعني صاير ما إلا معنى، ما أعرف شنو. هاي 3 دجاجات جبتها يعني صغار، وحدة كل وحدة تطلع 1.5 كيلو تقريبا. جبت 3 سوون 25. وهاي جبت صدر دجاج هنا، جبت هاي صدر دجاج، جبت 1 كيلو وكيلوين أجنحة، وهاي الحواصل والكبد مالت الدجاج، وضفت اشتريتها بنص كيلو وياه تقريبا صار 3/4 كيلو. هاي مشترياتنا مال الدجاج. يعني أسعارها بصراحة غالية، ما أعرف الغلا هذا شنو معناته. يعني والله الله يساعد الفقير والله يساعد اللي ما عنده على هالغلا هذا. الدجاج هذا يعني 1.5 كيلو زين بالنسبة إلي، يعني أنا حسوي مثلا إن شاء الله شوي أو تباسي أو شي. وهاي طبعا جبت خضرة هيجي كرفس ومعدنوس وقرقير، هاي وحد يعني هاي أضيفها، يعني أصفيها من المي مالتها وأضمها بالثلاجة. هاي هنا أنا جبت طماطة، طبعا الطماطة اليوم زينة رخيصة، يعني هاي 1 كيلو ب1000. هاي الطماطة راح أفرغها بعلبتها. وهاي جبت راس واحد خس، بس واحد هذا يتكافي، ما أجيب هواية. جبت ممبار، هذا الممبار طبعا جديد وتازة، هذا الممبار. هسه راويكم طريقة تنظيف الممبار، ولو أني منزلتها على قناتي، بس إن شاء الله هم نسوي مرتلف ممبار ونسوي محاشي الممبار. هذا الممبار هاي جامد، هو مفرزة ضامة. هذا يعني أنا معميلي هذا، أنا آخذ من عنده دائما. هنا أنا جبت موز، جبت 4 كيلوات موز، لأن أنا مو دائما أروح للسوق، مو على طول. جبت كركم، جبت هذا عصير تانج، وجبت هذا مسحوق الباكون باودر. هاي كلها يعني شغلات هذن يمكن سوى 2000 دينار. والموز سوى تقريبا 4 كيلوات، سوى 6000 الموز الكيلو ب1500. أقولكم على الأسعار يعني حتى خاف يعني تروحون للسوق ما تنصدمون أو شي. هاي هنا جبت كلينس مال إيد، وهاي كلينس للمطبخ. ما جبت هواي كميات، أنا أحب الكلينس دائما، أحب يكون متوفر عندي بالبيت ومتواجد، أحتاجه بالأكل بالإديان يعني للمدرسة ياخذون وياهم. هنا أنا جبت طبقة بيض، طبعا جبت طبقة بيض أنا شكلتها، جبت أبيض وأحمر. وجبت جبن عرب مالح، هذا جبن عرب مالح، هذا مالح. وهذا جبن عرب حلو. وهذا زبد مال عرب. هذا إذا يعني ولا هو بصراحة غالي يعني. هذا جبت ربع، أنا ربع ب3000، وهذا الربع مالته النص كيلو العفو الجبن ب3000. فهذا الزبد أني يعني إذا جبت إن شاء الله كمية كبيرة من عنده راح نسوي من عنده الدهن الحر. شوف الطريقة مالتي شلون أسوي، أطلع من عنده دهن حر، بس طعمه خرافي. جبته هاي أنا عندي يعني ناس نظيفين ويعني أعرف مصدر اللي يجيبونه من المواد اللي يجيبوها. هاي مشترياتنا إن شاء الله، أتمنى يعني عجبتكم وطلعتوا على الأسعار. وهاي بصراحة مشتريات بالنسبة للحوم، هاي مشتريات شهر كامل، يعني أني 3 دجاجات كافية علي كلش بالشهر. يعني أحاول أقسمها، نسوي تبسي يعني بطاطا، نسوي ويا تشري نشوي مثلا، كافية علي. وهذا راس الخس هماتين، احنا عددنا قليل، أنا ما جبت هواية، واحد كافي حتى لا يذبل. وهاي الطماطة كيلوين، كل ما تخلص عندي أجيب، ما أجيب وأكدس المسواق، يعني ما أحب أكدس مسواق. إن شاء الله يا رب الفيديو عجبكم، نال رضاكم، نشوفكم على خير. لا تنسونا باللايك وشير، كومنتاتكم الحلوة وتعليقاتكم الحلوة، لايكاتكم تدعمونا بيها حتى يوصل الفيديو هذا لأكبر عدد من المشاهدين والمتابعين. نشوفكم على خير، مع السلامة.